فيديو النهاردة كله خير. هنعمل الزبدة والجبنة والرايب، وكمان هيتبقى معانا 2 كيلو من اللبن. كل ده عملته ب10 كيلو من اللبن ب120 جنيه. سعر الكيلو عامل 12 جنيه. طبعا الأسعار دي مش موجودة هنا في بلدي الغردقة. أسعار اللبن دلوقتي واصلة ل25 جنيه. أنا وصيت عليه وجبته من محافظة قنا. طبعا اللبن بيكون أرخص بكتير في الصعيد وفي الأرياف عن باقي المدن. تابعوا معايا الفيديو للآخر وهقول لكم كل التفاصيل وازاي طلع معايا الكمية دي، وكمان اتبقى معايا 2 كيلو من اللبن. يلا مع بعض نشوف هنعمل ايه. هنا معايا ال10 كيلو، قسمتهم، خليت ال8 كيلو في الحلة الكبيرة وخليت ال2 كيلو في الحلة الصغيرة. أول حاجة هبدأ فيها ال2 كيلو لبن، هرفعه على النار واخليه يغلي كويس، وبعدين احطه في التلاجة. تاني يوم هاخد منه القشطة. طبعا الطريقة دي كلنا عارفينها وبنعملها دايما لما بنجيب لبن. ده شكل اللبن وهو بيغلي. اللهم بارك، كان عامل وش كده وريحة حلوة جدا ما شاء الله. بعد ما بيغلي كويس خالص بسيبه يهدى واحطه في التلاجة، وتاني يوم باخد منه القشطة. دي 8 كيلو اللي هعمل منه الجبنة والزبدة. اول حاجة هعملها، الحلة اللي انا هحط فيها اللبن بسخنها على النار وهي فاضية، وبعدين بحط جواها اللبن وغطيتها وسبتها في مكان دافي. انا حطيتها جوه الفرن. طبعا الفرن مش شغالة هنا. العملية التخمير دي قعدت معايا تقريبا يومين ونص. كنت كل كام ساعة، كل 6 ساعات تقريبا، كنت بجيب فوطة سخنة، كنت بحطها في مية سخنة وكنت بمسح فيها في الحلة كده من حواليها. انا مش عايزة احطها على النار، لاني لو حطيتها على النار طبعا هتبوظ. دي عملية تخمير، بس تكون في مكان دافي، وكمان لو في شمس بتبقى احلى بكتير. ولو الحلة فخار كمان هتدي نتيجة افضل، بس انا استخدمت اللي موجود عندي. وده ال2 كيلو لبن اللي غليتهم وحطيتهم في التلاجة. طلعوا لي القشطة دي. عايزة اقول لكم ان اللبن ده ما شاء الله انا غليته تاني وطلع لي كمان قشطة تاني. ده ال8 كيلو بعد التخمير تقريبا اخد معايا زي يومين ونص. زي ما انتوا شايفين القشطة عاملة ازاي. في الخطوة دي انا بشيل القشطة من فوق، بشيلها بحرص شوية. وتقدروا تعملوا كمان الخطوة دي بايديكم افضل بكتير من المعلقة، لان المعلقة لو لاحظتوا ان انا كانت بتاخد معايا زبادي من تحت. انا هنا مش عايزه الزبادي، انا عايزه بس القشطه، لان القشطه دي اللي هعمل منها الزبده. في معلومه كمان ما كنتش اعرفها، عرفتها قريب كده. انا كنت دايما اجيب لبن في اوقات بيطلع معايا قشطه وفي اوقات ما بيطلعش معايا، فكنت فاكره ان اللبن ده بيبقى مغشوش. فطلع المشكله مش في اللبن، طلع في نوع البقره نفسها. في بقره بتدي قشطه وفي بقره لا، يعني ما بتطلعش مثلا. يعني في ناس كمان بتطلع معاهم كميه كبيره. اللبن اللي انا استخدمته هنا في الوصفه كان لبن بقري. طبعا في فرق بين اللبن البقري واللبن الجاموسي. اللبن البقري بيطلع جبنه احلى، واللبن الجاموسي بيعمل معاكي قشطه اكتر من كده. هنا بعد ما شلت القشطه كلها، اخدت كده في طبقه خفيفه كده ما بين القشطه والزبادي من تحت. انا شلتها هنا، كنت عايزه اعمل بيها حاجه، اقول لكم هعمل بيها في الاخر ايه. ودول القشطه اللي طلعتهم من اللبن. الطبق الكبير ده طلعته من ال8 كيلو، والطبق اللي هناك ده اللي اقل منه طلعته من ال2 كيلو. هفضيهم على بعض عشان اعمل منه الزبدة. والطبق التالت ده اللي كان تحت القشطة، ما بين الزبادي والقشطة، ده انا هستخدمه في الاخر. وده كمان شكل اللبن. شايفين من فوق عامل معايا ازاي، عامل زي طبقة كده من الزبدة. ما شاء الله اللهم بارك، يعني كان حلو جدا وريحته كانت روعة كمان. وهنا بصوا شكل الزبادي او الجبنة اللي انا هعملها. وده الزبادي او الرايب اللي انا هعمل منه الجبنة. شايفين عامل ازاي، عمل معايا كمية حلوة. هو المعروف ان اللبن البقري بيطلع جبنته بتبقى احلى من اللبن الجاموسي.
هنا هاخد منه زي تقريبا 3 معالق كده وهعمل منه رايب. في المرحلة دي هو زبادي، اخدت منه ال3 معالق دول وضربتهم في المضرب وبقيوا معايا رايب. في المرحلة دي بعمل الجبنة. هنا انا جبت شاش وتحته طبق وكمان فوقيه مصفى عشان اصفي الزبادي من الشرش. في الخطوة دي المفروض ان انا اجيب حصيرة مخصصة للجبنة واعملها، بس طبعا انا ما كانش عندي الحصيرة دي ودورت عليها. انا هنا في الغردقة مفيش، مش موجودة اصلا، مش متوفرة هنا. بتبقى طبعا في بلاد في الارياف وفي الصعيد وفي البلاد دي، لان بيعملوها دايما، بيعملوا الجبنة. فالبديل طبعا ليها الشاش. انا بصفي الزبادي زي ما انتم شايفين. طبعا المية اللي بتنزل منها دي اسمها الشرش، اوعى ترموها، دي حلوة جدا. تعملوا منها مخبوزات كمان. هنا بعد ما صفيته كويس بجيب ملح ورشه عليها. الملح هنا فايدته ان هو بيصفي الشرش اللي في الجبنة، بيخلي الجبنة كده يعني قطعة متماسكة كده كلها جبن. في اوقات بنشتري الجبنة القريش بنلاقيها كده عاملة زي المية وعدمة. اعرفي ان صاحبها اللي عاملها ما كانش حاطط لها ملح عشان توزن معاه في الميزان، لان الشرش ده بيوزن طبعا مع الجبنة. القطعة الجبنة ما بتبقاش متماسكة، يعني ما بتبقاش كلها جبنة، بيبقى داخل لها مية. هنا كان عندي مصفى مستطيلة وحطيت الشاش وحطيت الجبنة وضغطته كويس عشان هسيبه كمان زي يوم كده يصفي المية كلها اللي فيه. هنا بجيب القشطة وبحطها في العجان، بفضل اضرب فيها كتير، يعني تقريبا اخدت معايا اكتر من ربع ساعة او تلت ساعة كمان لغاية ما تفصل معاكي عشان تبقى زبدة. اهم حاجة العجان يكون متغطي زي ما انتوا شايفين، لان المية بتطرطش معاكي خالص، ولو مش متغطي هتبهدلك كل المكان زي ما انتوا شايفين كده. هنا الزبدة فصلت معايا، هفضل اجمعها بايدي. انا كده هفصل خلاص العجان وهجمعها بايدي. وطبعا الشرش اللي طلع معايا ده مش هرميه، بحطه في الفريزر وبستخدمه لو هعمل اي معجنات، بيبقى احلى من اللبن كمان. ما شاء الله اللهم بارك، دي شكل الزبدة يعني كانت حلوة خالص، وريحتها طبعا وطعمها كان خطير. انا هنا بفضل المها كده من الشرش كويس. في اوقات لما بنيجي نشتري زبدة من بره بنلاقيها لما بنيجي نسيحها يعني على النار بنلاقيها بتنزل مية كتير او كده، هو ده الشرش اللي بننزل منها. بس طبعا ده بيكون مغشوشة لاني ما بيغسلوهاش زي ما انا بغسلها دلوقتي اهو. الزبدة هنا لازم تتغسل في مية ساقعة متلجة، الخطوة دي مهمة. انا عايزة اصفيها من كل اللبن اللي فيها، عايزاها تبقى زبدة صافي زي ما انتوا شايفين. حتى لون المية دلوقتي يعني عادي كويس. انا غيرت المية على مرتين، وطبعا المية لازم تكون متلجة، ما ينفعش تكون مية فترة كده لان ممكن الزبدة تسيح. كده هي صفت خالص. هنا بحطها في علبة واقفلها واحطها في الفريزر او في التلاجة لغاية ما تتماسك عشان اقطعها مكعبات. هنا جبت الجبنة القريش. زي ما انتوا شايفين انا فتفتها كده لاني كنت عايزة اعملها خلطات. عندي هنا بقدونس وعندي فلفل الوان وعندي كمون وعندي زعتر وشطة وحبة البركة وجبنة رومي وزيتون ومرتة. اول حاجة بعملها بجيب الجبنة احطها في طبق عميق كده شوية عشان هضيف لي، لو فاكرين انا كنت في الاول خالص الطبقة اللي كانت تحت القشطة دي هضيفها هنا للجبنة واضربهم كده بالهاند بلندر عشان كنت عايزاها تعمل لي جبنة كده زي الكريمي، بس هي مش كريمي يعني، ما طلعتليش كريمي بس طلعت لي جبنة حلوة. وزن الجبنة اللي طلع لي من ال8 كيلو لبن تقريبا كانت كيلو ونص. طبعا في اوقات ال8 كيلو دي بتطلع 2 كيلو او اكتر، زي ما قلت لكم على حسب نوع البقرة. والزبدة كمان طلعت معايا نص كيلو تقريبا. على فكرة ال10 كيلو لبن في اوقات بيطلع كيلو من الزبدة. بس الزبدة دي اللي عجبني فيها ان انا لما سيحتها
يعني تقريبا ما فقدتش وزنها غير تقريبا 50 جرام بس، وكانت طعمها خطير طبعا. الخطوة دي تقدروا تاكلوا الجبنة كده عادي، هي كده جاهزة، بس انا حبيت ان انا اعملها خلطات. حطيت هنا اول حاجة قطعة من الجبنة، وحطيت عليها البقدونس، وطبعا بيكون معايا زيت، يفضل زيت زيتون بس يكون ريحته يعني خفيفة عشان ما تضيعش طعم الجبنة، او ممكن كمان زيت ذرة عادي. وهنا حضرت اول طبق جبنة بالبقدونس، وهجيب الطبق التاني هجيب قطعة من الجبنة واحط كده شوية فلفل الوان وحبة البركة وكمون. الخلطة دي بتبقى حلوة خالص. وده الطبق التاني. هنا بحضر الطبق التالت، جبت قطعة من الجبنة وحطيت عليها جبنة رومي وزيتون. طبعا بعد ما بخلص الطبق بحط عليه زيت زيتون من فوق. وده الطبق الرابع، جبت مرتة وهرستها بالشوكة مع الجبنة وضفت ليها شطة، وده طعمه كان عامل زي المش كده. والطبق الخامس ده انا عملته بالزعتر، جبنة وزعتر بس. واخر طبق ده حضرت عملت منه ميكس لكله بقى، حطيت الفلفل الوان وحطيت الزيتون وحبة البركة والكمون وحطيته في اكبر طبق. وهنا برش عليهم من فوق، يعني هنا رشة شطة على اللي هو بالمرتة، ورشة كمون بالبقدونس، يعني بحط له نكهات كده من فوق. ودي كانت وصفتي النهاردة، ازاي نطلع من اللبن جبنة قريش وزبدة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير، واستنى تعليقاتكم كمان.